الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداء نشكر أستاذ تركي وقناة المشخاب على إتاحة هذا اللقاء. واليوم حقيقة نريد نتحدث بصراحة، ومن خلال مضيف آل مجبل، مضيف بخت هنا وبخت العشيرة، نريد نتطرق إلى موضوع مهم جدا متداول اليوم في المجتمع وبين الناس، وأصبح كاهل على بعض العوائل، موضوع المشية وموضوع الفرح وموضوع العادات الدخيلة اللي اجت مؤخرا طرأت على مجتمعنا. حقيقة اليوم الناس تعاني، واحنا نسمع وفي كل مكان، ونسمع ونلاحظ، واحنا حقيقة جزء من هذا المجتمع. يعني نتحدث عن حالة احنا عايشينها وتكاد تكون يوميا في مجتمعنا وباقي المجتمعات. هاي العادات ما كانت موجودة عندنا، اجتنا من اماكن بعيدة ووصلت الى مجتمعنا. مجتمع اصالة، مجتمع ارث عشائري، مجتمع قيم. نلاحظ من تصير المشية، مشية الخطبة هي حقيقة مشية رسالة احترام، مو عدد وكثرة. من تصير عدد وكثرة تفقد جوهرها، تفقد قيمتها. فاحنا نرجو من اهلنا وناسنا، وهاي رسالة حقيقة للجميع، انه يتقيدون بهذا الموضوع، موضوع الشادر الابيض المكلف، موضوع العلبة، موضوع العدد الهائل. احنا وعينا على اهلنا وناسنا تكون المشية تكون نوعية وليست كمية. اليوم نشوف الشباب الموجودين بالمشيات حولوا المشية من مشية رسالة احترام إلى مشية زفاف، وهذه عادات احنا حقيقة ما اعتاديناها ولا كنا نعرفها. فنرجو من أهلنا وناسنا وعقلائنا، وهذا خاصة أنا أتحدث بشكل عام بالمجتمع والمشخاب بشكل خاص. احنا تعلمنا على المشخاب، كان في قادة تقود المجتمع هذا، المشخاب مجتمع الشعراء والأدباء، مجتمع المرجعية، مجتمع نخبوي يشار له بالبنان. فأرجو أن نتعاون يا ناسنا، يا أهلنا، يا أحبائنا، يا أصدقائنا. احنا من رحم العشيرة، ما جاينا واحد من الخارج. بكل هذا النسيج الاجتماعي الجميل، بكل مسمياته، بأعمدة قومه، بساداته، بأجاويده، أرجو أن يتفهمون موضوع الرسالة. احنا ما عندنا نقد للفرح والسرور، بالعكس احنا مع الأفراح، مع المسرات، ولكن تكون بميزانها، تكون بشكل إيجابي. أتمنى أن توصل رسالتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.